سلام في ماتريكس بالدارجه. الا قلت لك انك من مورا هاد الفيديو ولا طبقتي الخطوات اللي غنعطيك تقدر تزيد من الطول ديالك من 6 حتى 9 سنتيمتر كثر وطبيعيين، زائد ما جيتش باش نقول لك غتلبس صباط طويله ولا شي حاجه هكا، ولكن غنحاول نوريك شي حوايج اللي كديرهم اللي كيخليوك تبان قصر، ولا حتى شي عادات خاصك تبدلهم كيأثروا على النمو ديالك. ما تنساش ديك لايك وديك سبسكرايب. الهدف ديالنا نوصلوا 2 في الاخر ديال العام. بداو على بركه الله. اول حاجه بغيتك ديرها قبل ما نبداو هاد الفيديو هي سير تعبر شحال فيك الطول قبل ما تبدا هادشي اللي غنقول لك، ولكن من بعد شهر سير تعاود تعبر وشوف شحال تزيد فيك في الطول. سير لشي حيط وتشك عليه، فإلا كانوا كشافك وراسك والورك ديالك ما قايسينش الحيط فهادشي كافي باش انك تبان قصير. فغير باش تقاد ظهرك او البوستر ديالك هاي تزيدك 2 حتى 3 سنتيمتر. الحاجه الوحيده اللي ننصحك بها كل يوم منين تفاق وطبقها اللي غتقاد لك الجزء العلوي ديال ظهرك واللي هي الويست ليدز. هاد التمرين كنديرو انا خصيصا، وفين ما كنديرو كنحس بداري شاعله فيه العافيه. دير 15 حتى 20 عده في 2 سيريات راه مزيانه. وواحد العاده اخرى سيئه واللي غتاثر على البوستر ديالك بزاف، واللي الاغلبيه ديالنا في هذا الجيل اثرت علينا، اللي كنسميوه النيرنيد. فاول حاجه اللي تخليك تقاد عنقك هي انك تكون مقابل تماما مع الشاشه ديال البيسي، والتليفون هو اللي يطلع عندك ماشي انت اللي تهبط عنده. وبيسي سري ليه شي ادجاستبل لابس اوبشن غتحط لك شوبه تحت منه. شوف هاد التمرين اللي غنقول لك دابا هو اخر تمرين في ستريتشينغ. الا قدرتي ديرو غا يوميا في السيمانه غيكون فعال ديال بصح. هو غتمشي شي بولا بار كما كانت وغتعلق فيها لمده دقيقه ولا غير 30 ثانيه، راه بلان غتقاد لك البوستر ديالك. هاد الفقرة هي مهمة. اللباس ديالك واللي نقدر نسميها أحادية اللون أو المعروف بمونوكروماتيك. هادي بحال فاش كتلبس ألوان مدرجة بحال تيشيرت بالكحل، سروال بالخضر وسبادري بالكحل. هاد اللعيبة تقدر تبينك طويل. وحاول تنسق الألوان بشي ألوان رجولية بحال الأسود والبلو مارين والجري. وغنعطيك واحد تريك، هي اي حاجه لبستيها خاصها تكون قد الفوق قد التحت، ولا بمعنى اخر تيشيرت ما يكونش هابط على الجيب ديال السروال ديالك. وما تنساش واحد الحاجه بحال اللي درتي الفوق دير لتحت تخطى السراول مفضفضين، يعني الاوفر سايز اش غتقول ليه تلاح لا غضاحك دابا الطوال ويولي يجي قدك كلشي. ندوزو الرابع حاجه واللي ضروري اصلا في الجسم ديالنا هو الفيتامين دي. كما كتشوفوا هنا النقص ديالو يقدر يؤدي لينا النقص في النمو ل 0.6 سنتيمتر سنويا. هادشي اللي كيخليك قصر. وسير محد باقه هاد الشميسه وتعرض ليها وخذ ليه الفيتامين دي، او ببساطه فرز هرمون الرجوله. الا بغيتي تعمق في هادشي غنخليك واحد الفيديو درتو فين دويت على هادشي كامل. غندوزو لثالث حاجه واللي تقدر تاثر على النمو ديالك هي النظام الغذائي ديالك، واللي كيلعب واحد الدور كبير في الهرمونات او الطول ديالك. في العام الاول او الخطا الاول هو السكر. حاول تحيدو بمره، زائد الكربوهيدرات السيئه بحال الكيكه ميلفاي اي حاجه بحال هكا، والزيوت النباتيه خصيصا بحال اي حاجه مقليه. فحاول تزيد من البروتين او الكالسيوم في الوجبه ديالك اللي غتخلي العظام ديالك ضد الهشاشه، ايضا يتزاد الطول ديالهم لواحد النسبه مزيانه. المهم دخل الكالسيوم زائد دهون صحيه بحال افوكادو او المكسرات. ومنساوش الزنك حاول تاخدو كمكمل. ومنساوش انك تدخل البروتين ديالك من مصادر حيوانيه بحال اللحم. اخر حاجه حاول تقاد النعاس ديالك. فإلا ما كنتيش كتنعس من 8 حتى 9 السوايع ديالك راه ما غيتفرزش عندك هرمون النمو كثر، وهادشي غيؤدي انه غيكون تاخر في الطول ديالك. وما تنساش ان الله خلقنا واحسن الصوران. فبغي راسك كيف ما انت. ما كنعنيش لك انك ما تطبقش هادشي، ولكن طبق هادشي وبغي راسك. كان معكم علاء. ما تنساش دير لايك سبسكرايب تو ماي شانل. تهلا في راسك. بيس اند لوف.